ودلوقتي كوليكشن مصري مع محمود صدام وريهام جودة على راديو عامر. قضينا أجمل وقت في حياتنا، دايبين في بعض بحكاياتنا وفرحتنا بلمتنا، نروح ليه وانا كل ما عمري يعدي نقابل بعضنا، احس كأن انا عندي. استغفر الله العظيم يا رب. نعم يا ماما. نعم. ايه محمود، الاغنيه دي فكرتني بالعيال صحابي وربنا. طب انا مالي بعيال صحابك؟ طب انا مالي بيكي اصلا يا شيخه؟ ام الفصلان اللي انت فيه فصلتيني، حرام عليكي. انا برضو اللي فصلتك بذمتك. استغفر الله العظيم يا رب. ده صوت؟ ماله صوتي يا ام كلثوم؟ وبعدين هو انت ما سمعتيش نفسك وانت بتغني ولا ايه؟ ماله صوتي يا اخويا؟ ما هو حلو اهو. طب احنا نسال الناس اللي بتسمعنا، صوتك حلو ولا زي الزفت يا ريهام؟ ماشي وانا موافقه، وهنعمل استفتاء بقى وهم يا يحكموا. رب اسكتي بقى، صدعتيني منك لله وفصلتيني وطلعتيني بره مود الانشكاح اللي انا كنت عايش فيه. منك لله منك لله. دي تلككات بقى. تلككات؟ ارحمني يا رب ارحمني يا رب. والله يا بنتي انت ما كانش ليك انك تذيعي اصلا، انت اخرك تبقى زي الخدامه في البنيه بتاعت الحلقه اللي فاتت. على قلبك ومش همشي. وبعدين هو انا بقيت في اللبنيه وبس؟ ده انا بقيت مذيعه متشرده كمان، بس برضه لن اتزحزح ولن اتنحنح. يا ربنا. طب اسكتي اسكتي اسكتي، هتبقى اخر حلقه ليكي. يا لهوي على المعامله بتاعت الخدامين دي يا حوده. خلاص انا اسف. وبعدين خدي هنا، يعني مش مكفيك انك فصلتيني وكمان داخله مستعجله من غير ما تقولي سلام عليكم ازيكم عاملين ايه اي حاجه. ما انا بقول لك يا حوده الاغنيه فكرتني باصدقائي. وبعدين يا سيدي ولا تزعل. ازيك يا محمود، عامل ايه؟ مستمعينا وحشتوني ويا رب تكونوا بخير. ومعلش انا بس سرحت مع الاغنيه شويه. يا انتي جميله، انتي اسرحي انتي اسرحي مع اغنيه. يا اختي سرحي. انا تمام الحمد لله. ومستمعينا كانوا كويسين لحد بعد ما انت اتكلمتي. انا عارف طبعا انت دلوقتي اكيد صدعتيهم، معلش انا عارف ان انا مصدعتكم، وبس بقى بطلي راجل، انت رجايه قوي. لا اله الا الله، هو انا فتحت بقي؟ ماشي. لا صحيح يا استاذه ريهام، مالها الاغنيه؟ فكرتني باصحابي والذكريات المهببه والمصايب بتاعتنا. ليه بس كده تفكرني ليه؟ وانا مالي؟ ما انت اللي داخله زي وبصراحه بصي انا قصدي افكرك عشان كلنا هنفتكر مع بعضنا دلوقتي، احنا ومستمعينا اصحابنا بقى من ايام زمان لحد دلوقتي، وكنا بنعمل ايه، ونفتكر مصايبنا بالمره. طب بمناسبه الاصحاب والصداقه انا هقول لك حزوره. حزوره؟ يخرب بيت اللي خلاكي مذيع. قولي الحزوره قال. الحزوره بتقول ايه؟ صادق صديق صادق في صدقه. ايوه. فصدق الصداقه في صديق صادق. طيب بغض النظر عن كلمه حزوره، بس انت بتقولي كلام زي الفل، واول مره فعلا احس انك بتفهمي. وفعلا اهم حاجه ان اصحابنا القريبين مننا يبقوا ناس جدع وبيحبونا، مش اصحاب مصلحه، علشان احنا بنقضي معاهم وقت اكتر ما بنقضيه مع اهالينا في بيوتنا. بنكون مع بعض في المدرسه وفي الدروس والخروجات، يعني السنكحه والصياعه بقى والتشرب بعينه. اخيرا اعترفت بالتشرد اهو. قصدك ايه يا ريهام؟ همسكها لك ومش قصدي حاجه يا عم. استمر. شفتي اديك فصلتيني ونسيت، والله نسيت اللي انا كنت بقوله. خلاص هفكرك، كنا بنتكلم عن صح افتكرت. على فكره كلامك زي الفل، عشان الصداقه دي حياه تانية مع ناس احنا اللي بنختارها، ولازم نبقى واخدين بالنا من الناس اللي هنثق فيهم، عشان انا واحده من الناس اللي كل مصايبي بتبقى انا واصحابي، وبنبقى ستر وغطا على بعض عشان الفضيحه ما تبقاش بجلاجل. ها. وطبعا عندي صاحب انا وهو نائر ونقيل، تقولش مولودين فوق راس بعض، وبيعاملني معامله خدامين. اللي انت ما تعرفش هو مين ده يا محمود؟ تقولي حاجه يا ريهام؟ مش لينا، ده تاكسي لازق فينا. طب تعالي خدامه اقول لك انا بعاملك معامله الخدامين دي ليه؟ وهو بالمره مستمعينا يسمعوا الاغنيه اللي جايه عشان يرجعوا ينسوا اللي انت بتعمليه فيهم وفيا. طب يلا ونطلع فاصل. في ناس نقابلها تعدي، وفي ناس بتطول السما وتعدي، وتلاقي اللي واخدها تحدي ده الأول فيها. عشان الدنيا اللي يضحك لها والله ما تيجي غير بكده شكلها، افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتسرح فيها. عشان الدنيا اللي يضحك لها والله ما تيجي غير
ما تزعل ثانية وتتأثر، ما تاخدهاش على قلبك أثر يا ابني وقوم بينا. اصحى وشغل عقلك، لا دي ايه ده بيتهيألك، لو محتاج لي في حاجة أنا جنبك، ده احنا لبعضينا. عايزة الدنيا اللي يضحك لها والله ما تيجي غير بكده شكلها، افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح ليها. عايزة الدنيا اللي يضحك لها والله ما تيجي غير بكده شكلها، افتح لها قلبك حبها وانت اللي هتفرح ليها. افتح قلبك افرح، افتح قلبك افرح، افتح قلبك افرح، افتح قلبك افرح. وانت اللي هتفرح، وانت اللي هتفرح. ورجعنا لكم تاني بعد ما سمعنا اغنيه نانسي. طبعا انتوا هديتوا وريحتوا دماغكم من الرهان، لكن للاسف هي لسه عماله تصدعني حتى واحنا في الفاصل. طب ليه كده طيب؟ ما احنا كنا حلوين وبنتكلم، لازم يعني طب تشتم هنكمل فيا قدام حلقتنا الناس؟ بقى، هنكمل حلقتنا ونهديها رجلي. ماشي يا اخويا كمل، مش عيب، يلا بينا. ماشي. طبعا كل واحد فينا عنده اصحاب، وكل شله فيها الواد الرخم والسهن والعيل الجديد والصاحب المسخره الكوميدي يعني، وصاحبنا المفتري اللي بيتجاب على اي حد، اللي ربنا مديله بسم الله ما شاء الله كده قوه، ما بحسدش انا بقر بس. وطبعا ما نقدرش ننسى الصاحب الفشار، واكيد صاحبنا الكيوت وصاحبنا الهادي والجلبان، اهم ما فيهم بقى الواد الجدع صاحب صاحبه. طبعا يا حودة ما تنساش البنت الحنينة صاحبة صاحبتها برضو، والواد مز الشلة والبنت المزة. وكمان ده انا بلاحظ ان اي شلة لازم يبقى فيها اتنين قريبين من بعض قوي، بتبقى واحدة طويلة والتانية قصيرة، يا اما واحدة تخينة والتانية رفيعة. امال يا بنتي لازم يكملوا بعض، والطويل يدي القصير والتخين يدي للرفيع، صحاب بقى. وطبعا استحاله يعدي علينا جنياس الشله وما نتكلمش عليه، واكيد كل واحد مننا عنده الجنياس ده. طبعا انت يا ريهام ممكن تكوني اي حد من الصحاب دول، لكن استحاله تكوني صاحب الجنياس. مش بقولك انت بتشكك في قدراتي يا حودة؟ خلاص ما تعيطيش. طب خلاص، بس ما نقدرش ننكر الا لما الشله كلها بتتجمع بسلطاتها بطولها وقصيرها وتخينها وفشرها، اكيد لازم تديها شويه حسنات. لو انت بسم الله ما شاء الله عندك حسنات قوي. اجل يا سيدي اجل، بس بعد ما جيت البرنامج اكاد اشوف. ادينا قلبنا لها حزه لغه عربيه اهو. ادونا فرصتنا بقى. المهم بقى تعالي نفصص الشله واحد واحد، ونبتدي تفصيصنا بفشار الشله. سمعنا يا عم الحاج. فشار الشله ده بقى بيبقى اكتر واحد عايش في كوكب تاني خالص، وبيتهيأله حاجات ما بتحصلش اساسا ولا عمرها هتحصل اصلا. وده بقى نوعين، نوع فشره رخم وبيأفور قوي وبصراحه كلنا بنكرهه، ونوع تاني بصراحه وفشره دمه خفيف يعني خدي عندك مثلا، عندي واحد صاحبي من كتر فشره كان يجي يقول لنا ايه، انه خطب بنت سفير وانه كان خارج معاها ومش عارف راحوا فين وفين وفين بعربيته الفيراري. يا صلاة النبي. طب بالنسبه ان انت بتفشر علينا، طب انت بتفشر علينا ازاي واحنا اصلا عارفين البير وغطاه؟ بمناسبة انك اتكلمت عن صاحبك الفشار واللي خاطب بنت السفير، انت فكرتني بواحدة صاحبتي كل اثنين وخميس تقول لي جاي لي عريس، وباقي الاسبوع بتصلي استخارة. انت بصاحبه شاكيره. وانا مالي يا اخويا، روح اسالها. اسالها حاضر. ما اقدرش بقى قبل ما نسيب الصاحب الفشار. فشار تاني؟ بس ده بقى الفشار الحلو اللي هو دمه خفيف يعني، طيب مع انه رخم برضه. عندي بقى واحد صاحبي في يوم ماتش بازل وتوتنهام اللي كلنا عارفينه ده يعني، يوم ما اتقال محمد صلاح بهدل جاري زباله كده. المهم انا ما كنتش اتفرجت على الماتش في اليوم ده، فلقيته جاي يقول لي يا لهوي يا محمود ده فاتك نص عمرك. اقول له ليه؟ يقول لي الواد محمد صلاح فضل ماسك جاري زباله يبهدل فيه ويقطعه ويمرقص فيه على الخط بتاع ربع ساعه. وانا اقول له ده بجد؟ يقول لي اه والله. طب وربنا اول مصحف. المهم بقى ايه، تعدي الايام والليالي ونكون عند واحد صاحبنا، فبالصدفه يوم جاي الفيديو قدامنا واعرف الحقيقه وان ولا مرقصه ربع ساعه ولا نيله، وساعتها ما شفتوش قدامي. شكله وحش قوي. نسيبنا بقى من الفشار عشان احنا مش بنحب نجيب في سيره حد خالص خالص خالص. وندخل بقى على الصاحب اللي لما بنبقى مع بعض مش بنبطل ضحك ولا جنيه، يلا الكوميدي بينا. يعني. ايوه
طب انا هفتكر ان ليا صاحبه ربنا يخليها لي يا رب، يا انا رب. وهي مع بعض بقالنا 5 سنين. تمام. لو قضينا مع بعض 5 دقايق بس والله بيبقوا عندي بالدنيا. فافتكر موقف حصل معانا، كنا مره بنتغدى ولما خلصنا اكل خرجنا، فهي نسيت تحط روج واحنا جوه في المطعم. ففي كان عربيه واقفه في الشارع، عربيه كانت متفيمه، فهي وقفت تحط فيها يعني تظبط الروج في العربيه وبتاع. وقفت بقى وحطت وظبطت. بعد كده لقينا الازاز بتاع العربيه بينزل، وواحد بيبص لها ويقول لها على فكره الروج مظبوط ما تقلقيش. انا وقعت في الارض من كتر الضحك، وهي طلعت تجري اختفت من قدامي. وبسبب الموقف ده ما بقيناش نمشي في الشارع ده ابدا. صحابك دول مسخره، وكويس انه ما قالش حاجه تانية. انا بقى عن نفسي عندي طبعا صحاب المسخره، واللي فعلا الوقت بيعدي معاهم في ثانيه، ولما بنسيب بعض فعلا والله بكون زعلان، لان كل اليوم بنكون مع بعض بقى ضحك وهزار وكده. خدي عندك بقى كده حكايه على الماشي. عندي واحد صاحبي وبدون ذكر اسماء، بس هو اسمه محمد طارق على فكره. كنت بكلمه على الواتس، واول ما عرف اني اشتغلت في راديو وهقدم برنامج وكده، لقيته بيقول لي ايوه بقى يا معلم وهتشهرنا يا عم وبتاع. المهم لقيته بيقول لي انا كتبت استيتيو ليك وبتاع، يعني شوفها على الواتس وكده يعني. فقلت اما اروح اشوفها، لقيته كاتب ايه؟ محمود صديقي اشتغل في الراديو يا جدعان وهيبقى مشهور، وانا مستني الحلقه بتاعته بفارغ الصبر وعلى حر من الجمر، ونفسي اسمعه وهو بيقول بكل الحب هنتكلم عن الحب. واعمل مداخله وكانه ما يعرفنيش بقى وكده. ولقيته بقى بيكلمني وبيقول لي ايه؟ بقول لك يا محمود. قلت له قول يا معلم. بيقول لي ما تنساش بالله عليك بقى تقول له في مسج جاي لنا من صديقه البرنامج بتقول بحبك يا محمد يا طارق عشان سوقي بقى يمشي وكده. وطبعا برضه بدون ذكر اسماء عشان احنا مش بنحب نجيب سيره حد خالص، ولا سحر ولا شعوذه. ودلوقتي جات لنا مسج من صديقه البرنامج بتقول انا بحبك قوي يا محمد يا طارق. امسك يا عم محمد. وبالمناسبه دي هسمعك اغنيه انت بتحبها وبتموت فيها عشان تعرف بس اني مش هحرمك من حاجه يكش يطمر. نرجع تاني بعد ما نسمع الاغنيه اللي جايه. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا اعشق صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجة تانية، ما انت نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا
صحابي وانسى وياهم عذابي، والغريب لو دق بابي يرتوي من نبع صافي. علموني ولفوا بيا دنيا غير الدنيا دي، طعم تاني وحاجة تانية، ما انت نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. علمونا عنيك اسافر، علمونا افضل مهاجر، علموني اكون مسامح زي نبع الحب صافي. بمناسبة بقى انك قبل ما نطلع الفاصل جبت سيرة الفضايح واللازم منه وفضحت صاحبك اللي احنا ما قلناش اسمه اللي اسمه محمد طارق، انا قررت افضح نفسي. احنا ما بنحبش نجيب سيره حد خالص. واخده بالي. يعني ايام الثانوي بقى يا محمود والدروس واللف بعد الدروس، ولما كان يبقى عندنا وقت بين الدرسين كنا نروح نجيب اكل ونقعد ناكل في الشارع، واللي رايح واللي جاي يبص علينا نقول لهم ثانويه عامه بقى يا حاج ادعوا لنا. تسول يعني. انت لسه شفت حاجه؟ نخلص اكل نروح نجيب عصير قصب في كيس ونمشي نشرب في الشارع. واهم حاجه طبعا الفلوس، كنا بنتفق انا وصاحبتي هنقول لهم الدرس ده بكام، والمذكره اللي كنا بنقول لهم عليها حوالي 4 مرات في الشهر، نفس المذكره بنفس ذات السعر. تيجي ماما تقول لي انت مش لسه واخده فلوس المذكره دي، اقول لها لا دي واحده غيرها، ونطلع بمصلحه. وما نصرف على نفسنا منين يعني؟ انت هتتنفخي لما تروحي. ماما ما تصدقيش انا بس بقول اي كلام عشان الحلقه. هتتنفخي برضه. والله يا بنتي ده انا كنت بطلع بمصالح، يا لهوي ده انا كان بيبقى معايا فلوس ايام بقى، كنت ببقى من اغنى اغنياء البلد، وهو بقى من ايام الثانوي ودروس الثانوي والكت من دروس الثانوي. انا وصديقي حسن، وانا من موقع هذا احب اوجه تحيه خاصه لحسن، وده برضو من غير ذكر اسماء. انا قلت لك ما بنحبش نجيب سيره حد خالص. كمل. بعد الكت بقى والحاجات دي نروح نلعب بينج وبلاي ستيشن، ونسيب كل حاجه تضرب تقلب وما يهمناش. احنا اصلا يا بنتي كنا جيانصه، مش محتاجين نحضر دروس اصلا. جيانصه ازاي يعني؟ جمع جينيوس. وبعدين اسكتي، انت فاهمه حاجه؟ بما اننا بنتكلم عن الجيانصه تاني يا بنتي، مش قلت لك اسكتي عايزين نكمل الحلقه؟ والنبي ما انت نافع. طب خليكي في حالك. المهم بقى اكيد كل شله بيكون فيها الواد الدحيح الجينيوس اللي طبعا ما نقدرش نستغنى عنه خالص، ولازم نساله على كل حاجه في الكمبيوتر مثلا او في الموبايلات او اي حاجه ما بنفهمش فيها، المهم اننا نستغله وخلاص. انا للاسف ما عنديش جينيوس خالص. انت عندكيش جينيوس؟ ما عنديش. انت عندكيش جينيوس؟ يا حرام. وبعدين انت هتعرفي الجينيوس ازاي؟ ده انت يا ريهام يعني ريهام يعني الغباء كله، والطيور على اشكالها تقع. كفايه ان عارفاك محمود. طب انا مش هرد عليكي. لاحظ ان كلامك جارح. عارف على فكره. طب كويس انك عارف، اصل انا بحسبك ما تعرفش فكنت هعرفك. بيتراك ليك يا لهوي. رغي مين؟ انت كده شفت حاجه؟ امال لو كنت معايا ايام الكليه. الحمد لله ان انا ما كنتش معاكي. استنى بس، ده انا كنت انا واصحابي بنقعد في الكليه للسقطه واللقطه، مش بنسيب حد في حاله. دي حلوه ودي وحشه، وده مز وده دحيح. ربنا هينتقم منكم، ربنا هينتقم منكم والله.
اصح ايه ده بتاع ازاي ما يعني؟ تدقش ما تدقش. وكمان البت دي مشيت مع الواد ده وعرفت كام واحد قبليه، ولا الواد كان مصاحب توتو وشوشو وفوفو ودلوقتي ماشي مع نونو. لا اسكتي، انت شايفه البت اللي واقفه هناك مع ميزو ده مش حلوه خالص. انا اعرف هو بيحبها على خيبه ايه. سيره الناس دي مش عارف. انا كنت بروح اتوضى وافضل اصلي واستغفر ربنا. طبعا بعد فوفو وسوسو وشوشو وكلامك على الناس لازم تروحي تعتكفي مش تستكفري وبس. يا عم انا اصلا نيتي بيضه والاعمال بالنيات. ماشي يا مولانا. احكي لك بقى على موقف انا كمان عن الصاحب البارد. احكي لي. اختي رنا مره حكت لي موقف حصل معاها. وانا من موقعي هذا احب اسلم على رنا اخت ريهام واقول لها ازيك يا رنا عامله ايه. انا مش عارفه ايه الناس اللي بتتدخل في حياتنا دي. المهم كانت ماشيه هي واصحابها، واحده اسمها يمنى والتانيه اسمها ساره. ففي بدون ذكر عربية- اسماء برضه. ايوه بالظبط كده. بالظبط. فكان في عربيه جايه كانت هتخبط ساره، فرنا بتشدها بتقول لها حسبي يا ساره، ورنا كانت خايفه عليها قوي. اللي يغيظك بقى صاحبتها يمنى تقول لها ايه حسبي يا ساره. ابو ام البرود يا جدع. ما تحاسبي يا ساره. قالت لك حاسبي يا ساره. طب هي لو ماتت كان هيحصل حاجه؟ طيب بما انك اتكلمت عن الصحابه البارده هحكي لك موقف كده حصل معايا. في يوم كنت رايح انا واصحابي حمام سباحه، كان في 2 منهم اول مره يروحوا معانا، وانا ولا كنت اعرف بيعرفوا يعوموا ولا لا. المهم كل واحد بقى ضارب المايو بتاعه ومستنيين ننزل البسين وكله في انتظار الصفاره. فالمهم قمت زق واحد منهم اسمه احمد برضه بدون ذكر اسماء، فزقيته على اساس ان هو يعني بيعرف يعوم يعني وكده. فلقيت الواد بيجرأ وخلاص بيطلع في الروح ومش قادر والحقوني وبتاع، وانا بحسبه كل ده بيهزر. اللي ينجزك بقى ان واحد صاحبي التاني بارد واقف جنبي، هو اكيد عارف نفسه لما يسمع الحلقه دي. فلقيته بيقول لي الحق يا محمود ده بيغرق. وبصراحه انا لو كنت ناوي انزل واجيبه لا يغرق اكيد بعد الكلمتين دول هيكون جالي شلل ومش هنزل اصلا. المشكله انه في الاخر اتضح انه بيشتغل نفسه وهو لا كان بيجرأ ولا حاجه، ده كان في اول البسين. البرود لا دين له. نسيبنا بقى من الصحاب الباردين ونخش على نوع تاني وهم الاغبياء. الغباء ايضا لا دين له. افتكر بقى موقف عن صاحبتي الغبيه وهتموت من الضحك لما تسمعه. استر يا رب. في يوم صاحبتي كانت رايحه لواحد اسمه عم سيد عشان تعمل انتريه. ده غير عم سيد العجلاتي؟ ده عم سيد ده كان هيعمل لها انتريه. ماشي. وانا كنت معاه. تمام. فسالنا الناس قالوا لنا عم سيد في اخر الشارع. فاحنا ماشيين قابلنا وطلع قدامنا محل ستاير. تمام. فقلنا ندخل نتفرج وهو بالمره نسال على محل عم سيد بدل ما احنا ماشيين كده. فدخلنا سالنا هو في هنا محل بتاع انتريهات وصاحبه اسمه عم سيد. فالراجل قال لنا ايوه ده المحل اللي جنبي، وعلى فكره ده شغله كويس جدا. يعني بيعمل انتريات حلوه؟ طب يمكن اروح اخليه يعمل لي انتريه ولا لا حاجه. بعد اللي انا هحكيهولك انا مش هروح معاك زي ما قلت لك. استر يا رب. فخرجنا ورحنا المحل. فصاحبتي دي بقى دخلت تسال الراجل هو انت تعرف عم سيد؟ قام ضحك وقال لها لا. تمام. فقالت له طب هو انت ممكن تعملي انتريه؟ قام ضحك تاني وقال لها حتى لو انت مش داخله لعم سيد انت اكيد يعني مش داخله محل كشري. تمام. انت داخله لعم سيد بتاع الانتريهات، فطبيعي ان ده يكون محل انتريهات مش بيعمل حاجه تانية يعني. خلاص كده؟ طب ما ضحكتش على فكره. طب على فكره ما انا عارفه، انا على فكره قايله لك انه موقف هيفصلك. انت مش في اول موقف قلت لي ده انا هحكي لك موقف هتضحك عليه قد كده. او انت ما ضحكتش؟ امال انا ليه ضحكت؟ طيب بعيدا عن الموقف ده وكانكم ما سمعتوش اي حاجه. نظر بقى عن الانتريه ماشي. وكانكم ما سمعتوش اي حاجه. يا ريت كل اللي بيسمعنا دلوقتي يبعت لنا موقف او اي حاجه بتحصل مع اصحابه على البيج بتاعتنا راديو عامر. بس والنبي مفيش حد يبعت حاجه عن صاحبه الغبي خالص. كده والنبي. نيجي بقى للصاحب اللي بيموت في الاكل زي يعني المفجوع يعني. الله ينور عليكي، هو المفجوع ده. عندي بقى واحد صاحبي وحياتك كل ما اكلمه الاقيه بيلغ، جعان او شبعان بيلغ، ويا ريته القطط بياكل وينكر، ويا ريته بيبان عليه. هم كل ما اساله بتاكل ايه يقول نفس الاجابه كل مره، مكرونه وبانيه مكرونه وبانيه. اكلمه الصبح مكرونه وبانيه، وبرده بالليل مكرونه وبانيه، وطبعا هو بيستحمى مكرونه وبانيه. ولو بيسمعنا دلوقتي اكيد هيكون بيحش مكرونه وبانيه. وعندي واحد صاحبي تاني لما نيجي ناكل مثلا وجعانين بقى ونيجي نتفق ان احنا هناكل ايه، فنقول له محمد هتاكل ايه؟ يقول لنا لا انا لسه واكل ومش قادر وبطني هتفرقع وبصوا لا مش هاكل. بس بقول لكم بصوا بما انكم هتاكلوا اهو اضرب اي حاجه خفيفه كده معاكم واتسلى والمره افتح نفسكم. فنساله طب هتاكل ايه يا محمد؟ يرد ويقول يعني ممكن 2 كبده 3 سجق، وممكن لو عنده طاجن خليه يعمل لي 1، ويا سلام بقى لو في حواوشي يبقى كفايه 3، وما تنسوش بقى كيسين شيبسي عائلي، وهو كده كده هكمل لما اروح. يا مفاجيع، امال لو ما كانش جعان كان عمل ايه؟ حياتك ممكن ياكلنا.
ودلوقتي جالنا مسج من دعاء الجلاد، عايزه تقول لنا حاجه على الصاحب الواطي اللي عامل نفسه صاحبك وبيحبك يعني. شكلها شايله قوي من صاحبتها. طب هتسكتي بقى عشان يعني اسكتي عشان اقول قول المسج. بتقول لنا ايه بقى؟ بتقول لما تكون فاتح اكونت خطيبك وبتشوف عليه حاجات، وفجأة بقدرة قادر تلاقي صاحبتك اللي هي المفروض صاحبتك بتتكلم وبتسلم، ومن الآخر كده يعني عايزة تفتح مجال للكلام مع المفروض إن هو خطيبي يعني. دي دعاء هي اللي بتقول مش أنا. طيب أنا مش هكمل قراءة المسج دي خالص يا دعاء، معلش اعذريني. أنا بقول إنك تكلمي الزميل العزيز أسامة منير، هو هيفيدك أكتر مني في الموضوع ده. اسفوكس على الناس دي بصراحة. اسفوكس؟ بس إيه ده صحيح المسج دي جات لنا ليه؟ تفتكر الاستاتيو بتاعت محمد طارق جابت شغل؟ بدون ذكر اسماء تاني. طيب على فكره وجالنا مسج التانية، ما تقرا يا بدل ما انت يعني اقريها بدل ما انت مالكيش لازمه. ماشي. المسج دي جايه من اكونت اسمه اسير الغرام. اسير الغرام ولا اسير اسد؟ طبعا بدون ذكر اسماء. المهم بقى نسيبنا من محمود الرخم. المسج بتقول بما انكم بتتكلموا عن الصحاب، بما انكم بتتكلموا عن الصحاب احب اتكلم عن صاحب المصلحه. ماشي كلمني. اللي ما يعرفكش غير لما يكون عاوز منك مصلحه، واول ما بتخلص ولا كانه يعرفك. يعني في موقف حصل معايا ده، اسير الغرام هو اللي بيقول. ايوه. واحد صاحبي كل ما يشوفني لابس طقم جديد يقعد يقول لي: لا بقول لك ايه، هو انت جايب الطقم ده منين يا معلم؟ ودايما يقعد يسال عن اي طقم جديد البسه، يعني من الاخر كده بيسبق عشان يفتح مجال للكلام بقى. وعارف انت عارف. ايوه يجي يقول لي طب انا عايز اخده منك. أيوة. يعني وكده. وبعد كده بقى بعد ما يجي ياخد الطقم ويلبسه وياخد بيه لفه اكيد طبعا ولا يعبرك تاني. اكيد طبعا يا كبير بتجيب لبسك من عند ابو نسمه، عشان كده عايز واخده منك كل مره. زي ريان بالظبط. لا يا اخويا، ده انت اللي بتجيب من عنده عشان تعاكس نسمه. امال ابو نسمه يكتي. وبمناسبه ابو نسمه ونسمه واحمد حلمي، تعالوا نسمع الاغنيه الجايه. يلا بينا. الله بقى اللخبطه دي ليه؟ ياللي خاطفني يا ريت تقول لي اللي حصل لي على كده بقى دلي بالملي اللي انا عشت احلم بيه. يوم وليله اخدتني على مشامي وكنت راضي، ده احنا يا دوب بنقول يا هادي. امال لو فات شهر هيحصل ايه؟ طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة واحدة
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. تعالي بقى يا ريهام نتكلم عن اليوم اللي لما نيجي نخرج فيه مع اصحابنا. المايك معاك. عارف بقى لما نكون خارجين مع اصحابنا ومتفقين على كل حاجه والمكان اللي هنروحه متفقين على كل حاجه وخلاص يعني ومتجمعين، بس لازم يطلع كده صاحب الجيتت ورخم لازم ياخرنا ويبوظ اليوم، ولا بقى صاحبك الفصيل اللي تكونوا متفقين على المكان وكل حاجه ويبوظ برضو الخروجه. قال ايه ان المكان مش عاجب سيادته وتقعدوا من اول وجديد تحتاروا هتروحوا فين. ممكن تخلصوا اليوم وانتم مش عارفين هتروحوا فين اصلا. ولو دي بسمع يعني. طيب ولو اتفقتوا على المكان اللي هتخرجوا فيه تيجوا تحتاروا وتحتاسوا لما تيجي انكم هتقرروا يعني وهتاكلوا ايه، وممكن اليوم يخلص اساسا وانتوا لسه ما اكلتوش. ما بتاكلوش في بيتكم ليه؟ بنت احنا ممكن نروح البيت ما نلاقيش فيه اكل اصلا. اهم حاجه الخروجه باظت ولا لا؟ ده حقد بنات يعني وكده. ما انتوا رايحين جايين واحنا يا عيني قاعدين في البيت. ايه ده؟ حقد ماشي. بمناسبة بقى حقد البنات، انا افتكرت موقف كنا دايما بنعمله برضه واحنا في الكلية. هو انت جايه تستعيدي ذكرياتك هنا يا حاجه انت؟ يا حاج في مانع؟ لا افتكري وطلعي كل الكبت اللي جواك، يلا افتكري وماله افتكري. هحكي لك. افتكري. كان فينا واحدة مش هقول على اسمها، هي هتعرف نفسها وهي بتسمع الحلقة بدون ذكر اسماء. ايوه عشان احنا مش بنحب نجيب سيرة حد خالص. بالظبط كده. كانت بتعمل ايه بقى؟ ايه؟ كانت كل ما تشوف ولد وبنت واقفين تقعد بقى تسبل للولا وتقعد بقى تبص له وياه وتقعد تضحك. فالبنت اللي واقفه مع الولد تيجي تبص عليها تقوم صاحبتي موديها وشها الناحيه التانية. صاحبتي برضو مجرد ما البنت تدينا ظهرها صاحبتي تفضل تبص للولا بقى ده مش حقد دي نفسنا كانها بتبصبص. واستنى بس ماشي لحد بقى ما الولا ايه خلاص بقى يعني ولا نفض للبنت اللي واقفه معاه. وبعد كده البنت تروح ايه بقى تاخد بالها بقى ان هو نفض لها. تروح بصه بقى صاحبتي تقول لها ايه خديه اهو عندك اشبعي بيه. ليه هو بيتاكل؟ والله ما اعرف. المهم بقى الواد ايه البت مشيت والواد بقى يفضل واقف لنا بقى وايه بقى ومتنح بقى مع صاحبتي ويضحك لها ويغمز لها وحاجات كده. تمام. يجي بقى ايه بعد ما بص بقى وسبل يقرب بقى علينا عشان يجي نقوم احنا عاملين ايه واخدين بعض نروح ماشيين يمشي ورانا. ايوه. نيجي احنا بقى كده في المكان في وسط الكليه يبقى في شباب كتير قوي بقى كده واقفه ونروح بقى واقفين كلنا كده بقى وبصله انت ايه اللي انت بتعمله ده على فكره انت مش محترم. ونسيبه لشباب الكليه وهو ربنا يقوينا على فعل الخير. بعيدا عن كل شويه تقولي لي بقى تقريبا كل حلقه عندك بقى طبعا. بس انا عايزه اقول ملحوظه. قولي. احنا ما كناش بنعمل كده غير مع الواد اللي هو فاكر نفسه توتو اللي كان بيبقى ضارب لك الطقم الفوسفوري ولابس لك الساندر في رجليه بقى. لكن طبعا في شباب كتير محترمه جدا بجد وينطبق عليها لقب راجل بقى. ايوه باي. طبعا كيد النساء يا عزيزي وما ادراك من كيد النساء ان كيدهن عظيم ومنكم انتوا صنف الستات. والله انتوا اللي جايبيننا ورا. نعم مالهم يا اخويا الستات؟ لا والله دول زي الفل. بحسب بقى. المهم بقى بما اننا بنجيب في سيره الناس بقى لازم اجيب في سيره الصاحب اللي بزياده باوفر جدا خالص قوي. المتطفل ده. ايوه هو المتطفل ده. اللي يدخل مثلا البيت وتحس ان البيت بيت ابوه، يدخل يفتح التلاجة عادي ويضرب اي حاجه قدامه من غير استئذان، وما يمنعش برضه انه يدخل يعمل بيبي عادي جدا برضه، ويدخل ينام برضه عادي جدا ويريح اي اوضه يقابلها يدخل يريح فيها شويتين عادي. وهو انا كمان عندي نفس الصحاب بس على فكره انا بحبهم قوي. بقى ما نقدرش ما نفوتش بقى على اللي عامل لك فيها انه مقطع السمكه وديلها وفاهم في كل حاجه وبيفتي في كل حاجه وهو اصلا ولا فاهم ولا نيله، ودول اكيد كتير في كل شله. وكل واحد فيهم عامل لي فيها دكتور ولا زمانه. وبرضه ما انساش واحد صاحبي اللي فاكر نفسه انه بيعرف يلعب كوره وعامل لي فيها ميسي وهو اصلا ولا عارف الفرق ما بين الكوره والبطيخه. وعلى فكره انا من موقعي هذا احب اوصل له الرساله دي من هنا. هو كان عمال يزن عليا والنبي يا محمود لازم تتكلم عني في حلقه، والنبي يا محمود لازم تتكلم عني في حلقه. ابسط يا سيدي سيرتك جت اهو في الراديو وما نسيتكش عشان برضه ما تقولش ان حاربك من حاجه. هو والبطيخ. وبرضه من غير ذكر اي حد خالص بقى. اتشردت يا معلم. برضه يا حوده مش عاوزين ننسى الصاحب اللي ربنا مديله صحه كده وبنحتاجه في اي خناق. عارف انت الخناقات؟ والنبي انت فعلا بتاعت مصلحتك يا عم. ما صاحبك وقت الشده بقى والكاتشه. طيب بعد الكاتشه بتاعت ريهام دي نتكلم عن الصاحب السهون اللي زي ريهام اللي عامل نفسه صاحبك لكن من جواه يتمنى لك اي حاجه وحشه. ده الصاحب مش انا. انت بتقول زي ريهام. لا يا اسطى ما اقدرش. ايش
المهم انك ما تكونش احسن منه وخلاص، ويعمل اي حاجه لمجرد انه يخليك دايما وحش في نظر في نظر بقيه الناس، وبرضه بتعمل اللي عليك وتقول اهو يمكن يتغير وتعامله معامله كويسه. هدي نفسك يا حوده، خليك انت احسن منه. حاضر يا رورو. مش شرط بس يا محمود الصحاب يبقوا الناس اللي موجودين قدامنا على طول، لا ده في ناس مش موجودين حاليا بس دايما فاكرينهم، والمواقف اللي احنا عشناها مع بعض وبنفتكرهم بكل خير، ودول فعلا اللي يتقال عليهم اجدع صحاب. عندك حق والله يا ريان. وفي اخر الحلقه بقى انا كمان مش عايز انسى صحاب الرجاله في مواقفهم، سواء ولاد او بنات، اللي دايما واقفين معايا في كل حاجه بحلوها وبمرها، واللي بيحبوا لي الخير. الصحاب اللي بجد اللي بيحبوني من غير مصلحه ولا بيكونوا عاوزين اي حاجه خالص. هو الحب كده ما بيني وما بينهم من غير اي مقابل، وحتى لو في صاحب بس مش كامل لازم اتقبله. وزي ما بيقولك صاحب صاحبك على عيبه، ولا يا رورو؟ طبعا يا حوده عندك حق، ما انا مصاحباك برغم العيوب اللي قد كده فيه. طب ميرسي خالص. عموما شوفي بقى حد غيري يعمل معاك الحلقه الجايه. لا ما اقدرش. طيب وبكده مستمعين تكون حلقتنا خلصت النهارده، يا رب تكون عجبتكم وان شاء الله هتعجبهم يا حوده، ونتقابل على خير، وهيستنوا برنامج كوليكشن مصري مع ريهام جوده ومحمود صدام على راديو عامر كل اثنين وخميس ان شاء الله. ونروح بقى نسمع اغنيه اجدع صحاب اللي ريهام الخنيقه ما خلتنيش اعرف اسمعها. السلام عليكم. أجدع صحابي من صغري، دول اللي يمشوا معايا دغري، دول أغلى ناس هم الأساس. وأقول لكم إيه، قضينا أجمل وقت في حياتي